المجرم المتجاوز. تخيلوا بهاي العبارة يتم إصدار مذكرة استخدام لناس متجاوزين على الأراضي الدولة ببناء بيوت، واكو متجاوزين بالسلطة ما حد يباوع عليهم، ما حد يقول لهم انتم مجرمين. بس هذول الناس الفقراء اللي على شاكلتهم معسكر التاجيات اللي قبل 3 أيام تم إصدار مذكرات استخدام بحقهم تحت يافطة المجرم المتجاوز. طيب احنا أكثر من مرة حكينا يا دولتنا العظيمة هذول الناس يحتاجون بديل حتى تنقلوهم. هاي العوائل من 2003 وقبلها وبعدها قاعدين في معسكر التاجيات اللي قريب على نادي التاج الرياضي ورا بوابة بغداد، لكن للأسف هسه تجيهم تهديدات بالإزالة وأيضا محاكمتهم أو محاسبتهم على جرم أنه هو لقى مساحة حتى يقعد بيها، لأن الدولة ما خلقت له بديل وما خلته يقعد بهذا البيت. رسالة إلى الحكومة العراقية والقضاء العراقي، هاي الأشياء في هاي الظروف مو بصالحنا. نريد تهدئة، نريد الأمور تمشي، ما نريد مشاكل، وأيضا نريد معالجة لأوضاع الناس. مدن سكنية جديدة خلينا تكون لهم حصة، لكن بعد أن تكتمل خلينا ينتقلون إلها، مو هسه تعال وأسميك مجرم متجاوز فقط لأن أنت تآوي عائلتك وأطفالك وأولادك بمساحة من الأرض تاركتها الدولة باحة خربة أي واحد ممكن يعيث بيها.